السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة أنا جاي أقول لكم على أسرار إعدادات الإنستجرام اللي محدش هيقول لكم عليها. أنا عارف طبعا إن أنت دايما محتار إزاي تظبط حسابك وإزاي تظهر بأحسن شكل ممكن بعد ما أنشأت حساب جديد على الإنستجرام. ما تقلقش، النهاردة هشرح لك بطريقة سهلة وبسيطة إزاي تحول البروفايل بتاعك من بروفايل عادي لبروفايل بروفيشنال عشان يشد المتابعين من أول نظرة. هنظبط الإعدادات صح من الأول، وهنعرف كمان إيه اللي المفروض نقفله وإيه اللي لازم يكون شغال دايما. بعد ما أنشأت الحساب بتاعك على الانستجرام هقولك إيه هي الإعدادات اللي أنت المفروض تظبطها بطريقة صحيحة، وهقولك برضو على إعدادات تانية وإزاي تغيرها. انت مش هتحتاجها دلوقتي بس طبعا لازم تعرفها. هنشتغل على الحساب اللي قدامكم ده، حساب لسه جديد. بعد ما انشأنا الحساب بتاعنا على الانستجرام بنضغط على الصورة بتاعة الحساب تحت، بنلاقي في حاجتين هنا، في حاجة اسمها شير بروفايل وفي حاجة اسمها إيديت بروفايل. لو ضغطنا على شير بروفايل دي في حالة ان انا عايز اعمل كوبي لللينك بتاع البروفايل بتاعي على الانستجرام عشان ابعته لاصدقاء او لعملاء او لاي حد على منصة تانية مثلا، وعايزه يدخل يشوف البروفايل بتاعي على الانستجرام. ولو انا عايز اشيره على الماسنجر او اكس او الفيسبوك طبعا بضغط عليهم من تحت هنا. طيب لو ضغطت على الايديت بروفايل هلاقي عندي قائمة فيها الاعدادات الاولية بتاعة الحساب بتاعي على الانستجرام. طبعا فوق خالص انا بضغط على الصورة لو انا عايز اعمل تشينج للبروفايل بيكتشر بتاعتي، لو انا عايز اغير الصورة بتاعة الملف بتاع الانستجرام بتاعي. النيم ده اللي هو الاسم بتاعي انا، لو انا عايز اغيره بضغط عليها واغير الاسم واضغط على علامة صح اللي فوق. اليوزر نيم بتاعي على الانستجرام بضغط عليه كده واغير اليوزر نيم زي ما انا عايز واضغط على علامة صح في حالة ان انا عايز اغيره. بعدين في حاجة اسمها بيو دي اللي هي النبذة التعريفية اللي انت بتكتبها عنك لو انت بتقدم محتوى مثلا على الانستجرام او لو انت بتبيع خدمة او منتج على الانستجرام. ففي الحالة دي انت بتكتب نبذة تعريفية عنك وعن النشاط التجاري بتاعك، زي انا مثلا كاتب قدامكم مهتم بالتسويق الرقمي وصناعة المحتوى الهادف، اساعد الشباب على دخول عالم العمل الحر بثقة واحتراف. فانت بتكتب نبذة ما تزيدش طبعا عن 150 حرف بحيث ان العميل لما يدخل يعرف انت بتقدم ايه بالظبط. لو بصينا تحتها كده هنلاقي في حاجة اسمها اد لينك دي مهمة جدا. دي عن طريقها انا بضيف اللينكات بتاعتي الخارجية. لو انا عندي مثلا صفحة على الفيسبوك او قناة على اليوتيوب بحط مثلا لينك القناة فوق في اليو ار ال وبكتب في التايتل تحت يوتيوب مثلا او تواصل معي على يوتيوب او قناتي على اليوتيوب. وكذلك لو عندي موقع إلكتروني أو صفحة فيسبوك أو غيره بحط اللينك فوق واكتب اسم الموقع تحت أو اسم المكان اللي أنا حاطط اللينك بتاعه. طيب لو نزلنا تحت برضو من الحاجات المهمة الكاتيجوري دي عشان أحدد نوع النشاط بتاعي على انستجرام عشان الانستجرام يبدأ يجيب لي ناس فعلا مهتمة بالخدمة أو المنتج بتاعي. طيب أنا مثلا ببيع ملابس فبكتب مثلا هنا كلوزس، والانستجرام طبعا بيبدأ يجيب لي اقتراحات وانا بختار منها المناسب للنشاط بتاعي اللي انا بقدمه او المحتوى بتاعي. لو انا بقدم محتوى على طبعا مهم جدا ان انا اعمل كاتيجوري للملف بتاعي على الانستجرام. في ميزة حلوة جدا طبعا ضيفها برضو الانستجرام اللي هي الميوزك، بحيث ان الملف بتاعي لما يتفتح تبدأ آه تسمع صوت الموسيقى اللي انت هتحددها من المقاطع اللي قدامك دي اللي هو جايبها لك الانستجرام. طيب لو طلعنا من ايديت بروفايل وضغطنا على الثلاث شرط اللي فوق دول وضغطنا هنلاقي هنا في الاعدادات بتاعه الانستجرام بتاعي. طبعا هنا كل الاعدادات بتاعه الانستجرام هقول لك على اهم الاعدادات اللي انت لازم تظبطها، وفي بعض الحاجات هقول لك هي بتعمل ايه بس انت مش هتحتاجها دلوقتي. اول حاجه فوق الاكونت سنتر لو ضغطت عليها هلاقي فوق حاجه اسمها بروفايلز دي في حالة ان انا عايز
اضيف اكونتات تانية للحساب بتاعي ده على الانستجرام. يعني لو انا عندي اكونت فيسبوك او اكونت انستجرام تاني غير الاكونت ده وعايز اضيفه، فبضغط على اد فيسبوك اكونت او اد انستجرام اكونت واضيفه طبعا مع الاكونت دي. انا بستفيد من الموضوع ده في ايه؟ بستفيد منه في ان انا ممكن اعمل كونكتد اكسبيرينسز. يعني ايه كونكتد؟ يعني شيرنج اكروس بروفايل. مثلا لو انا بنزل محتوى مثلا على الحساب ده على الانستجرام وعايز انزل المحتوى ده على الحساب التاني سواء كان على الفيسبوك او الانستجرام، فبقدر اعمل شيرنج للمحتوى ده. او لوجينج ان ويز اكونتس، بمعنى ان انا اقدر ادخل من حساب من خلال حساب تاني. طيب الاكونت سيتنج تحت هلاقي الباسورد اند سكيورتي. ده لو انا عايز اغير الباسورد بتاعي على الانستجرام بضغط على شينج باسورد وبكتب طبعا الباسورد القديم وبكتب الباسورد الجديد واكرره مرة تانية واضغط على تشينج باسورد. طيب في حاجة اسمها تو فاكتور اوثنتيكيشن، دي اللي هي المصادقة الثنائية. مهمة جدا ان انا اعمل طبعا مصادقة ثنائية للحساب بتاعي على الانستجرام. فبضغط عليها كده وبعدين بقول له مثلا ابعت لي اس ام اس او رسالة على الواتساب، بحدد عليها كده واضغط على نيكست، هلاقيه بيبعت لي رسالة على الواتساب على الرقم بتاعي اللي انا رابطه بالانستجرام او رسالة نصية. وبعدين كده انا عملت مصادقة ثنائية. يعني ايه مصادقة ثنائية؟ يعني لما حد يجي يفتح ملف الانستجرام بتاعي من اي مكان، او لو انا فتحته من اي مكان تاني، مش هيفتح الا لما الانستجرام يبعت لي كود على الواتساب او اس ام اس على الرقم بتاعي واحط له الكود ده فيبدا يفتح الحساب بتاعي. ودي من اهم ادوات الامان اللي انت لازم تزود بيها ملف الانستجرام بتاعك. السيف لوجن دي انا بقول له احفظ تسجيل الدخول بتاعي على الموبايل اللي انا فاتح منه دلوقتي، عشان لما ادخل على الانستجرام تاني ما تطلبش مني الباسورد بتاع ملف الانستجرام. من الحاجات المهمة برضو الميتا باي. الميتا باي دي أنا بضيف عن طريقها طريقة دفع لحساب الانستجرام بتاعي. بضغط هنا على الكريدت كارد وبضيف طبعا البيانات بتاعة الفيزا بتاعتي زي ما أنا بضيفها في أي مكان تاني، الفيسبوك أو غيره، وبضغط على سيف. وبالتالي أنا ضفت طريقة دفع للانستجرام بتاعي عشان خاطر لو أنا عملت إعلانات بعدين ممولة على الانستجرام. دي الاكاونت سنتر. لو رجعت ورا كده وبعدين هبص على باقي الاعدادات اللي معايا هلاقي ان برضو في حاجة اسمها الانسايتس. الانسايتس دي لو ضغطت عليها هلاقيه بيظهر لي الفيوز او المشاهدات بتاعتي، المتابعين بتوعي على الانستجرام. يعني كل حاجة خاصة بالملف الانستجرام بتاعي هلاقيها هنا في الانسايتس. طبعا الملف هنا لسه جديد ومفيش حاجة. في حاجة اسمها الكرييتور تولز اند كنترول. لو ضغطت عليها هلاقي في اعدادات كتير هنا، من اهمها طبعا الاد بيمنتس دي اللي هي هتلاقي فيها البيلينج بيمنتس، يعني الفواتير بتاعتك على الانستجرام، الفيزا بتاعتك، حد الدفع بتاعك، يعني كل البيانات بتاعت الحاجات اللي انت دفعتها سواء كان اعلانات او غيره على الانستجرام هتلاقيها موجودة هنا طبعا في الاد بيمنتس. لو نزلت تحت هتلاقي في سيفد ريبلاي. سيفد ريبلايز اللي هي الردود المحفوظة. لو ضغطت على نيو سيفد ريبلاي تقدر تضيف رد محفوظ على الانستجرام، بحيث لما حد يجي يكلمك على الانستجرام هتلاقي طبعا في رد محفوظ تقدر تبعته للعميل مباشرة لو انت بتستخدم الرد ده كتير. لو نزلت تحت برضو هتلاقي الويلكم مسج، دي الرسالة الترحيبية. دي رسالة ترحيبية بتروح للعميل لما يدخل يكلمك على الانستجرام. الويلكم مسج انت تقدر تغيرها طبعا زي ما انت عايز، يعني انت تقدر تمسح الرسالة دي وتحط الرسالة اللي انت عايزها. طيب لو نزلنا تحت هنلاقي المونيتيزيشن ستيتوس، دي حالة الربح بتاعك على الانستجرام. لو انت الحساب بتاعك طبعا كرييتور وعايز تربح منه، فلو دخلت هنا هيقول لك ان الحساب بتاعك مؤهل حاليا للربح ولا لا. طبعا انا هنا البراندنج كونتنت اكس عشان لسه الحساب جديد ومفهوش اي كونتنت. طيب لو نزلنا تحت هنلاقي في حاجة مهمة جدا 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 ومن أهم الإعدادات اللي هتقابلنا، سويتش أكاونت تايب. لو ضغطنا على سويتش أكاونت تايب هلاقيه بيقول لي سويتش تو بيزنس أكاونت أو سويتش تو بيرسونال أكاونت. أنا عايز أقول لك على معلومة مهمة جدا. الانستجرام عندي بيبقى 3 حاجات، يا إما
بيرسونال اكونت، يا اما بيزنس اكونت، يا اما كرييتور اكونت. فهنا بيقول لي انت عايز تحول الحساب بتاعك لبيزنس اكونت ولا بيرسونال اكونت؟ ليه ما قاليش كرييتور؟ لان اصلا الحساب ده هو بالفعل حساب كرييتور، يعني حساب انا بقدم عليه محتوى. يبقى نوع الحسابات بتاعتي على الانستجرام حساب بيرسونال، ده اللي هو الحساب الشخصي بتاعك اللي انت بتعمله عشان تنزل الصور بتاعتك على الانستجرام، عشان تكلم اصدقائك، عشان بيبقى حساب خاص بيك يعني. انما البيزنس اكاونت ده الحساب اللي انت بتبيع عليه، يعني سواء انت كنت بتقدم خدمة او بتبيع منتج، فانت تقدر تبيعه عن طريق البيزنس اكاونت. والنوع الثالث اللي هو قدامكم ده الكرييتور اكونت، لو انت بتقدم محتوى تعليمي او غيره طبعا، فانت بتعمل حساب كرييتور اكونت. فهنا عشان هو كرييتور بيقول لي سويتش تو بزنس او سويتش تو بيرسونال، مفيش الاختيار الثالث. طيب يبقى انا في ناس كتير لما بتنشئ حساب جديد على الانستجرام بيكون بيرسونال، وبعدين لما عايزة تبدأ تبيع المنتجات بتاعتها او تقدم الخدمات بتبقى محتاجة ان هي تحول الحساب لبيزنس اكاونت وما تعرفش تحوله منين. يبقى احنا عن طريق الأداة دي سويتش تو سويتش اكاونت تايب بنقدر نحول الحساب بتاعنا من بيرسونال اكاونت لبيزنس اكاونت، يعني نقدر نحول الحساب بتاعنا من حساب شخصي لحساب احترافي. كده احنا عرفنا الاعدادات المهمة اللي داخل كرييتور تولز اند كنترولز. طيب لو نزلنا تحت برضو كده هنلاقي من الحاجات المهمة الاكونت برايفسي دي عايز يقول لك ان الاكونت بتاعك هتخليه برايفت اكونت ولا بابليك اكونت. طبعا هو حاليا بابليك اكونت، لو ضغطت على برايفت وعلمت عليها صح كده فالحساب بتاعي مش هيظهر لحد، وده طبعا مش كويس. فانت لازم تخلي الحساب بتاعك بابليك اكونت عن طريق الاكونت برايفسي. لو نزلنا تحت هنلاقي المسج اند ريبلايز، دي هتلاقي فيها كل حاجة خاصة بالمسج بتاعتك على الانستجرام والردود بتاعت القصص. فكل حاجة عايز تظبط اعداداتها في المسج هتلاقيها طبعا هنا. لو نزلنا تحت هتلاقي الكومنتس، برضو الاعدادات بتاعت التعليقات اللي بتجيلك على الانستجرام. ولو نزلت تحت برضو هتلاقي من الحاجات المهمة اللانجوج اند ترانسليشن، ده لو انت عايز تغير اللغة بتاعتك على الانستجرام، اللغة بتاعت الاعدادات مثلا على الانستجرام. ناس كتير بتبقى عايزة تغير اللغة ومش عارفة تغيرها من فين، فبتضغط على السيت لانجوج وبتختار طبعا اللغة اللي انت عايزها، سواء كان اللغة العربية او الانجليزية او غيره. بعدين تحتها هتلاقي الميديا كواليتي، دي جودة الفيديوهات طبعا بتاعة الانستجرام. فانت لو هي مش معمولة على الهايست كواليتي فانت بتعلم عليها تحت زي ما هي متعلمة قدامك دلوقتي. وبعدين هترجع تنزل تحت هتلاقي برضو الاولزو فروم ميتا، لو انت عايز تفتح الواتساب بتاعك او الثريدز او الفيسبوك او الماسنجر او غيره من خلال حساب الانستجرام بتاعك، بتضغط ضغطة على اي حساب وبيفتحوا لك من هنا مباشرة. وفي حاجة تاني هنا اسمها فوق الاكاونت ستيتوس. الاكاونت ستيتوس دي عايز يقول لك ان لو في مشاكل عندك في الملف بتاعك على الانستجرام فبتظهر لك هنا، لو في مشكلة في المحتوى او غيره طبعا هتظهر لك في الاكاونت ستيتوس. كده يبقى احنا عرفنا اهم الاعدادات اللي هي هتقابلك على في الانستجرام اللي انت لازم تظبطها في بداية شغلك على الانستجرام، وبعض الاعدادات التانية اللي انت مش هتحتاجها بس لازم تعرفها طبعا هي بتعمل ايه. لو ضغطنا على الصورة كده ورجعنا تاني، لو انا عايز انزل بقى او اكريت بوست او ريل او ستوري فبضغط على علامة الزائد اللي فوق، هيقول لي ريل، بوست، ستوري هايلايت او لايف او غيره. فانت بتختار من هنا الحاجة اللي انت عايز تكريتها وتبدأ تشتغل على الانستجرام بتاعك بعد ما ظبطت الاعدادات بتاعتك بطريقة احترافية. يا رب يكون استفدت من الفيديو بتاع النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر، وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.